أما بعد أحبتي الكرام، فلقد تسامع الناس وتناقلوا ما وقع في هذه الأيام وما حصل من قبل رجل في بلاد كانوا من إصراره على التطاول والانتقاص لسيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محمد بن عبد الله الذي يذكر على الألسن في كل وقت وحين، يذكر في الأسماء، يذكر في الآذان، يذكر في الإقامة، يذكر في الصلاة، يذكر في كل موضع. فلو سألت كل الفضائل في الورى، فلو سئلت كل الفضائل في الورى لمن تنتمي ما أصلها أين توجد، لقالت جميعا لا أبا لك إنه بلا مرية ما ذاك إلا محمد. فوالله ما دب على الأرض مثله ولا مثله حتى القيامة يوجد. نفسي وما ملكت يدي والوالدان له فدا، صلى عليه الله ما جن الدجى. إنه نبي الله بل خليل الله، خير خلق الله في طفولته، أطهر المطهرين في شبابه، أنجب البشرية في كحولته. إليه انقاد الشجر وعليه سلم الهجر، سيد ولد آدم محمد سيد الأولين والآخرين. سماه ربي ذو الجلال محمدا، وكفاه أن الله قد سماه وأن الله مولاه وبالإفضال أولاه. وبالله عليكم ماذا يبقى في الحياة من لذة حين تنال من مقام أشرف الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا ينتصر له ولا يزاد عن حياضه. وماذا نقول تجاه هذا الأداء الصافر والتحكم المكشوف؟ هل نغمض أعيننا وندم آذاننا ونطبق أفواهنا وفي القلب إرق ينبد؟ فوالذي كرم محمدا صلى الله عليه وسلم وأعلى مكانته، لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها إن أجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ألا جفت الأقلام وشلت سوائد، امتنعت أن تسطير أحرف تزود بها عن عرضه صلى الله عليه وسلم وتدافع عن حرمته. اللهم إنا نتبرأ إليك من هؤلاء القوم، اللهم إنا نتبرأ إليك من هؤلاء الفسقة الفجرة الذين يسبون ويستهزئون ويشتمون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق المباشر وعن طريق التلويه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أهدي، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. إني إذا مسني ديم يروئني أقول يا سيد السادات يا سندي.